السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا من جميع على قناتكم الأخوة كويزين. نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو كيف ما تشوفوا معايا في مقلاة. هنا وضعت الجزر اللي سلقته ودركته بالفرشيط وحكيت فيه نتوما كيف ما تشوفوا معايا، والزيتون قطعته دوائر صغيرة وشوية تاع الزيت. وفي مقلاة أخرى هنا عندي السبانخ تاهي اللي وضعت معاها الزيت وثومه محكوكه ومطيشه محكوكه. حتى الجزر حتى هو ضفت ليه جزر، ضفت ليه مطيشه محكوكه وشويه تاع الزيت والثومه محكوكه. وبالنسبه للعطريه هنا عندي سكينجبير، الملح، الخرقوم ملون طبيعي، وهنا عندي البزار، هنا عندي قزبر حبوب مطحون، وهنا عندي خرقوم كركم، وهنا عندي الكمون والتحميره. غنضيف لهم جوج، نضيف لهم شويه شويه نرجع معكم. بقاو معايا ما تشوفوا. وبعد ما وضعت التوابل كيف ما تشوفوا معايا، وضعتها في الجزر، هنا وضعتها السبانخ. غادي نحرك الكل جيدا ونخليها تتقلى. بالنسبه للجزر انا غنضيف ليه شويه الربيع قزبر ومعدنوس. السبانخ حتى غادي نحركها جيدا ونخليها تقلى، وفي الاخر غنضيف لها شويه تاع الزيت هي والجزر. بقاو معايا ما تشوفين حتى تشوفوا يتم التحضير. وكيف ما تشوفوا معايا وبعد ما تشطح ضفت قزبر ومعدنوس وضعها في المجمد، وغادي نضيف شويه تاع زيت الزيتون كنضيفوه في الاخر باش تبقى النسمه تاعته باينه. السبانخ حتى هي تقلات، غادي نضيف ليها زيت الزيتون وغادي نخليها تدخل جيدا ويبقى يطمس عليها. وها السلطه تاعنا ولكن بقاو معايا تشوفوها الطبق التحتاني، الطبق النهائي.